السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيبين. رقم واحد، انا بشكر الساده الزملاء المدرسين على الجهد المبذول منهم، وهم الجند مش الجند المجهول. فانا عايز اسمع سقفه لكل مدرسينا. الساده المدرسين اكيد بفضل الله بيبقوا سعداء باولادهم، وهم حق بالتكريم فعلا، وهم بيبقوا يعني في قمه السعاده بنجاح بلدهم وبنجاح اولادهم. فربنا يبارك في صحتهم ويبارك في عمرهم. بشكرهم على الجهد المبذول منهم، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. طبعا وبهني اولادنا او بناتنا يعني على التفوق، واتمنى ان ده يبث فينا روح التنافس الجميل. انا لو بقيت شاطر وانت بقيتك شاطر والناس كلها شاطره، كلنا هنبقى كويسين. غير ان انا معلش فاشل وبحاول افشل اللي حواليا، في النهايه هنبقى كلنا فاشلين. فطبعا عايز اسمع سقفه بقى جامده لكل الناس، كلنا مش شرط ان انا يا جماعه اكون متفوق علميا، لا، انا ممكن اكون شاطر في الرسم. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كل واحد يعني فضل ربنا علينا 24 قراط. ال 24 قراط احنا واخدينهم كاملين. اللي واخداهم تفوق علمي، اللي واخداهم تفوق ادبي، اللي واخداهم صحه، اللي واخداهم رضا وهكذا. مش شرط زي ما قلنا ان انا اكون شاطر في الرياضيات او في الدراسات او في الانجليزي او في العلوم او في العربي او لا، انا ممكن اكون بارع في الحاسب الالي، ممكن اكون متفوق رياضيا، ممكن اكون متفوق فنيا. كل واحد جواه قدرات جميله جدا نقدر نستثمرها ونستفاد منها. ببارك اتحاد طلاب او طالبات مدرسه المدرسين عين بنات، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. واحنا قاده المستقبل، احنا امل بلدنا، امل اهلنا، فربنا يحفظكم يا رب من كل شر. طبعا بشكر مجلس الامناء الداعم على طول والحاضر على طول في كل المواقف وكل المناسبات، وبشكر كل انسان وكل معلم غيور على التربيه والتعليم مجد في عمله. طبعا الاستاذ منتصر عايز اسمع له سقفه تاني عشان هو كده عايز سقفه. الناس اللي هي بتسيب روح جميله جدا، من الناس اللي هي غيوره فعلا على التربيه والتعليم، رمز من الرموز الجميله اللي هو مثال العطاء. وده كل معلمينا ما شاء الله على اعلى مستوى. ده فضل ربنا عليكم ان انتم معاكم مدرسين ومدرسات على اعلى مستوى، فبشكرهم. وعايز اسمع بقى سقفه لمدرسينا كلهم. لا السقفه دي تعبانه جدا، السقفه دي تعبانه خالص. انا عايز اسمع سقفه جامده. يا رب دايما نلتقي على خير ونلتقي دايما في تكريم. انا شايف طبعا اسره الاذاعه ما سمعناهاش سقفه، فعايز اسمع سقفه جميله لاسره الاذاعه. احنا عايزين نعافر في الحياه، نجاهد، نتعب ونشارك، وشارك دايما حتى لو بكلمه صغيره، حتى لو بابتسامه بسيطه، حتى لو بمشاركه الاخرين السعاده معاهم. فالاذاعه موجوده، نقدر نقدم فيها فقرات جديده جدا، ونقدر نقدم موعظه وحكم. اقدر ازين جدران المدرسه في المواهب اللي موجوده عندنا، في الحاجات البسيطه اللي موجوده عندنا. فعايز اشوف مدرستنا يبقى فيها كتير من التفاعل البناء، التفاعل الجميل. انا عايز منتظر من كمان اسبوع كده يبقى عندنا يوم رياضي فني نمارس فيه كل هواياتنا. هتقول لي المدرسه زحمه؟ لا، الناس دي كلها هنستوعب بعضنا. يبقى هنا يوم فني رياضي ثقافي
هنشارككم فيه كل اللحظات الجميله جدا. مفيش حاجه اسمها زحمه، مفيش حاجه هتعطلنا عن الدراسه ولا هتعطلنا عن هدفنا. فان شاء الله نعد اليوم هيبقى ده اسبوعي، يعني هيبقى يوم كذا في الاسبوع. طبعا بنشارك ونطلع الطاقه السلبيه اللي جوانا، نخرجها من جوانا كده. ايوه انتوا حاسين وانا عارف جواكم الكلام ده. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بشكر زي ما قلنا اسره المدرسه ومجلس الامناء، وبشكر اولياء الامور اللي هم برضه دايما بيشجعوا اولادهم على التفوق، بيشجعوهم على القرايه. طبعا الناس اللي ما شاء الله فاتت النهارده راحوا يتبخروا عشان ما يتحسدوش. الناس اللي فاتت بفلوس النهارده يروحوا يتبخروا عشان ما يتحسدوش، ويتوضوا ويصلوا ركعتين كده لربنا ويحمدوا ربنا عشان العين ما تاخدش فيهم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.